في جميع أنحاء العالم تتصارع الحيوانات في معركة البقاء الطبيعية الوحشية، بين صياد جائع يتأقلم مع كل التحديات وفك مفترس يسحب فريسته تحت الماء مدة كافية بإغراقها. إنها حرب شرسة بين التماسيح والسنوريات، حيث تلتقي قوة مميتة وقوة فتاكة. يقتاث وحش عصور ما قبل التاريخ هذا بأي شيء يعبر في طريقه. أسنانه 65 مثبتة بواحد من أقوى الفكوك على وجه الأرض. تعد الحيوانات المفترسة كائناً مرعباً للكثير من الحيوانات الأخرى التي تشاركها حياة الغابة، لأن تلك الحيوانات تمتلك قوة هائلة تمكنها من الفتك بفرائسها بضربات خاطفة. وتنتشر الكثير من اللقطات المصورة لحيوانات مفترسة كالنمر وهو ينقض على فرائسه ويلتهمها في وقت قياسي بعدما يسقطها أرضاً. لكن هناك مشاهد أكثر إثارة تتعلق بحيوانات مفترسة، يفترس بعضها بعضاً في مواجهات مميتة، ولعل من أفظع تلك المشاهد عندما يتحول الصياد إلى فريسة. هذا ما حدث لتمساح وهو مستلق على أحد ضفاف النهر، حيث تسلل إليه الفهد الصياد بطريقة ماكرة لينقض عليه بسرعة فائقة لم تدع للتمساح مجالاً للهروب أو الدفاع عن نفسه. ولكن ماذا عن تمساح ضخم وجائع؟ إلا أن اندلاع المواجهة بين كائنين مفترسين يمتلكين مستويات متقاربة من تلك الصفات، مما يجعل الفارق بين الموت والحياة بضربة واحدة. فعندما تكون المواجهة بين نمر وتمساح يتخفى على شاطئ بحيرة، فإن مشهد المواجهة لم يستمر سوى ثوان معدودة. هنا لقطات توثق اللحظات الأخيرة للفهد الصياد الذي انقض عليه تمساح متوحش، وأخذ التمساح بهذا الفهد بعيدا في الماء، بحيث لا يقوى الفهد على التخلص منه أبدا، ولقي مصرعه على الفور. يعتبر التمساح واحد من أكبر الوحوش المفترسة في العالم، وله صلة وثيقة بالديناصورات من العصور ما قبل التاريخ. أما الفهد الصياد فهو من أسرع الحيوانات البرية على سطح الأرض، ولا يفوت فرصة انقضاضه على أي حيوان ينحرف عن مسار مجموعته في البراري. وتعتبر أدغال إفريقيا آخر معقل لهذا النوعين من الحيوانات.